لو تم التطوير والمترو اشتغل والسلوكيات زي ما هي، العشوائية والقمامة زي ما هي، يبقى خسارة فلوس التطوير حرفيا. يبقى كان القطر بقى هو اللي هيتناسب ويتماشى مع المناظر دي. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. احنا النهارده جايين نتابع اعمال مترو اسكندريه وتطورات من سيدي بشر لمحمد نجيب، ونشوف كمان انفاق محمد نجيب اللي حصل فيها. طبعا احنا دلوقتي عند مستقبل سيدي بشر، محطه سيدي بشر اهي قدامنا هنا. خلاص هيطلعوا بقى بالدور العلوي، يعني احنا عملنا سقف الدور الارضي وهنطلع باول دور علوي. طبعا محطه سيدي بشر محطه علويه، هنا تم تركيب حوائط الامان، وهنمشي كده تجاه محمد نجيب ونشوف اخر التطورات. خليكم معانا. في اخر لقاء لرئيس الهيئه القوميه للانفاق الباشمهندس طارق جويلي قال ان نسبه التنفيذ تمت بنسبه 45%، واحنا طبعا يعني مترو اسكندريه ان شاء الله مفترض ان هو يتم افتتاحه او البدء التجريبي فيه ان شاء الله يعني في منتصف 2027، واحنا النهارده 17 يناير 2026، يعني قدامنا سنه ونص ان شاء الله على بدء تشغيل المترو. مكملين كده في اتجاهنا الى محمد نجيب. يا رب يا رب نتمنى بقى ايه يعني مع التطوير يبقى فيه نظافة تمام. القمامة، منظومة القمامة في اسكندرية كلها محتاجة تتغير. المنظومة محتاجة تتغير، منظومة جمع القمامة. يعني أقل حاجة نرجع نجمع حتى من المنازل، أو كل منزل يتحط عنده صندوق قمامة يتم تجميع القمامة فيه، ويعدي العامل المسؤول من الشركة يلمها. كذلك المحلات. لكن الشوارع بالمنظر ده الوضع طبعا صعب زي ما انتم شايفين. لينا في موضوع مسار المترو، تابعنا معاكم على مدار اهو داخلين احنا في السنة الثانية اهو تمام. اعمال مترو اسكندرية من البداية. فاكرين ازالات ملاك حفني بحري؟ انا هنا ملاك حفني قبلي، طبعا بعد المترو مش هيبقى فيه قبلي وبحري، هيبقى فيه محور ملاك حفني. 3 حارات مرورية في كل اتجاه، ولو اني شايفة هنا يعني الاتساع ممكن يكون اكتر من 3 حارات سواء شمال او يمين، كمان بالذات في الجزء من المندرة لحد ابو قير او لحد توسن برضو يشيل اكتر من 3 حارات. المخطط بقى استنى ما نعدي. نتمنى ما يكونش المخطط ان يبقى فيه محلات اسفل مسار المترو، نتمنى محور نوسع مش نرجع تاني يا اسكندرية يا مغلبية. ان شاء الله كل الخير، نتفائل خير كده. احنا اهو المسار تمام، داخلين بقى على محطة محمد نجيب. خليكم معانا، ما تنسوش اللايك، اشتراك لو اول مرة بتشوفوا القناة. طبعا الجزء القادم مكان انفاق محمد نجيب اللي تم غلقها، سواء البحري او سواء الانفاق القبليه هنا، لان طبعا في المخطط هيتم مد النفق هنا القبلي عشان يصبح طريق واحد او نفق واحد متجه من فيكتوريا الى سيدي بشر تمام. يبقى الجزء اللي انا فيه ده قبلي المسار هيبقى طريق واحد 3 حارات متجه من فيكتوريا الى سيدي بشر، والعكس صحيح الجزء البحري تمام. بالاضافه طبعا احنا عارفين بيتم اعمال محور محمد نجيب لفتح المحاور العرضيه، تقليل الكثافه المروريه، ازدحام في اسكندريه. احنا مش بنبص تحت رجلينا، يعني احنا بنبص للسنين القادمه، مش بنبص ان احنا بس اللي نستفيد، لا يعني الاجيال برضو القادمه ان شاء الله. اسكندريه بتضيق علينا يا جماعه، لازم نوسع، نفتح محاور، نعمل طرق، فان شاء الله خير. والنباشين يعني هنا عاملين لهم مستودع، لا حول ولا قوه الا بالله. هنا بقى داخلين على محطه محمد نجيب اللي وضحت لنا في الافق. تعالوا نشوف اخبار النفق هنا ايه، خليكم معانا. هنروح قدام كده ونشوف عيال بيلعبوا. طبعا ظهرت محطة محمد نجيب اهو، هنا اخر المسار اللي جاي من سيدي بشر، وهنا بداية المحطة. فاضل كده تركيب السقف بتاع الدور الارضي
للمحطة اهو. وبعد كده هيتم بقى ايه، نطلع بالدور الاول من المحطة. في انجاز في انجاز في انجاز الحقيقة. بس موضوع بقى النباشين والقمامة أسوأ حاجة بجد. يا ريت يتم يعني مع التطوير يتم بقى التغيير، بقول منظومة القمامة والقضاء على ظاهرة النباشين دول تماما. كل جميل مشوهين وكل الشوارع. هما السبب في انتشار الكلاب. انتوا بتقولوا الكلاب الضالة في اسكندرية كترت بسبب القمامة. القمامة في كل حتة يا جماعة. الكلاب هتلم ايه غير على القمامة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. تعالوا نكمل. ده كده المسار، ودي كده محطة مترو محمد نجيب، وبنطلع من محطة محمد نجيب بنكمل مسارنا إلى محطة فيكتوريا. انتم الحكم. ده نفق محمد نجيب تمام. الوضع يعني يرضي مين؟ سلوكيات غلط في غلط. الناس سلوكياتها بشعة للأسف. شركة القمامة المفروض دي يعني نقلها خالص، نشوف شركة تانية، نغير المنظومة. النباشين بصوا بيولعوا في الزبالة خلف اهو زي ما انتم شايفين الدخان. وضع مخزي ومؤسف بجد اهو. مش عارفة اقول ايه، لا تعليق. لو تم التطوير والمترو اشتغل والسلوكيات زي ما هي، العشوائية والقمامة زي ما هي، يبقى خسارة فلوس التطوير حرفيا. يبقى كان القطر بقى هو اللي هيتناسب ويتماشى مع المناظر دي. لكن احنا في انتظار قرارات جريئة من السيد محافظ اسكندرية بتغيير كل الاوضاع اللي احنا شايفينها دي. بجد التطوير متكلف مليارات، فالتطوير لازم نظافة رقي يعني. مش عارفة اقول ايه، لكن يفضل الوضع يعني زي ما هو كده استحالة. بس انا ان شاء الله يعني احنا متفائلين خير، كل الاوضاع دي تنتهي مع بداية عمل المترو ان شاء الله. الفرعة التانية من النفق لا تقل شيء عن الفرعة الأولى اللي شفناها في تراكم قمامة. هنا بقى يعني المية بلس القمامة الاتنين اهو. هنكمل لحد فيكتوريا، هنكمل لحد فيكتوريا ان شاء الله. خليكم معانا. هنا اخر النفق. هنا انا هطلع بحري، هكمل فيكتوريا بس بحري، لان انا هنا وصلت عند شارع ابن سلامة وسوق دربالة المطلق عليه سوق دربالة. تعالوا بينا نطلع بحري عليه الصلاة والسلام ونشوف المسار. كده المسار تجاه فيكتوريا، وكده المسار تجاه محطة محمد نجيب. هو المسافة لحد فيكتوريا بعيدة جدا، ومفيش حاجة من هنا. كل اللي جاي من فيكتوريا، مفيش حاجة أركبها توديني فيكتوريا. فأنا هكتفي النهاردة بهذا القدر تمام. المرة الجاية بقى ناخد مسار المترو من فيكتوريا إلى ما بعد ذلك بقى غبريال وبكوس إن شاء الله رب العالمين. بس ده الوضع. احنا هنا بحري السكة سابقا، بحري المترو خلاص. فأنا هكتفي بهذا القدر وأشوفكم إن شاء الله على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم. جيجي ربي.